السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة هانم. أولا وقبل كل شيء أشكر الجميع من جديد على متابعة القناة. أشكركم على هذه الثقة وأرجو أن تنال المنشورات أعجابكم. فيديو اليوم نتحدث فيه عن أمثال شعبية عالمية معروفة، أرجو أن تنال إعجابكم. المثل الشعبي الأول هو مثل إيرلندي. يقول المثل: لا تبصق في البئر فلربما تحتاج يوما إلى الشرب منه. المثل الثاني هو مثل شعبي فرنسي يقول: أعطي حبك لزوجتك وأعطي سرك لوالدتك. لا يبدو على كل حال أن الفرنسيين يثقون تماما بنسائهم، لكنه مثل معروف في فرنسا. المثل الشعبي أو المقولة الثالثة هي مثل شعبي إيطالي يقول: الحب والعطر لا يختبئان. نكتشف هنا أن الإيطاليين رومانسيين. المثل التالي هو مثل سويسري يقول: إذا شبع المرء لم يجد للخبز طعما. ليس غريبا أن سويسرا تقول مثل هذا المثل، كما تعلمون يعني في سويسرا هي من أغنى أغنياء العالم. المثل التالي هو مثل اسكتلندي يقول: إذا كنت لا تجيد الابتسامة فلا تفتح دكانا. نحن في تونس نقول: الخياط والحلاق رأس ماله الكلام. المثل التالي هو مثل إسباني يقول: الحب الذي يتغذى بالهدايا يبقى جائعا على الدوام. يبدو أن الإسبانيين مثل الإيطاليين رومانسيين يعني. المثل التالي هو مثل شعبي ياباني يقول: يهب الله الطيور غذاءها لكن لا بد أن تطير. لا أدري المقصود من هذا المثل، لكن ربما يقصد صاحب المثل أن الطيور عليها أن تبحث عن غذائها، هذا من جهة، ولكن الله يسهل لها أمورها لتحصل على غذائها. المثل التالي هو مثل هولندي يقول: يبقى الحب ما بقي المال. يبدو أن الهولنديين يؤمنون بالمقولة التي تقول أن الحب يشترى بالمال. أرجو أن تعطونا آراءكم في التعليقات فيما يخص هذا الأمر. المثل التالي هو مثل أندونيسي يقول: من يقرض ماله لصديق يخسر الاثنين. أي المقصود أنه يخسر المال ويخسر هذا الصديق. المثل التالي هو مثل بلجيكي ويقول: من يتزوج امرأة جميلة يحتاج إلى أكثر من عينين. يبدو أن البلجيكيين يقدسون المرأة الجميلة، ويخاف البلجيكي على ما يبدو أن يخسر هذه المرأة، وبالتالي يضطر إلى مراقبتها طوال الوقت. ما هو أكثر مثل أعجبكم من الأمثلة التسعة أصدقائي؟ أرجو أن تعطونا آراءكم في التعليقات. ما رأيكم أصدقائي في هذه الأمثلة الشعبية؟ لا تترددوا في وضع آرائكم في التعليقات، كلنا أذان صاغية كما أقول دائما. أرجو أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. السلام عليكم.